السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي بناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مس فاطمة إبراهيم. إن شاء الله هكون معاكم خلال السنة في منهج الدراسات الاجتماعية على منصتكم منصة الخطة الأولى في مصر. حابة الأول نبدأ بداية كده لطيفة أقدم لكم فيها المنهج اللي احنا هنمشي خلاله السنة دي. شايفاكم دلوقتي مستعدين إن احنا هنمشي مع بعض رحلة ممتعة وشيقة في المنهج ده. مش عايزاكم تقلقوا ولا تخافوا، إن شاء الله هنمشي مع بعض بكل بساطة. أنا شايفة قدامي الطبيب والمحاسب والمهندس، وشايفة فيكم اللي هتقدروا تبنوا مستقبل مشرق ليكم ولوطنكم. حلمك بيبدأ من اللحظة دي. انت صغير ولسه في سنة 5، بس انت بتبدأ صفحة في مستقبلك، خليها صفحة كلها نجاح وتفوق. طيب، منهج سنة 5 اللي معايا أنا منهج حسام مميز جدا وخاص جدا، وإحنا محظوظين إن إحنا هنشتغلوا مع بعض. إيش معنى؟ لأن المنهج ده من بدايته لنهايته هيعرفنا كل حاجة تخص بلدنا مصر. فتعالوا نعرف هنمشي إزاي السنة دي مع بعض في المنهج. الحصة بتاعتي هتبقى متقسمة ل3 أجزاء. أول جزء هنشرح كل عناصر الدرس، فكرة فكرة وفقرة فقرة، ومش هنتوه من بعض، وانا اضمن لك ان انت لو ركزت معايا ان شاء الله هتفهم وتحفظ دراسات، مش هتحتاج اي حاجة تاني. دي اول جزء في الحصة بتاعتي. تاني فقرة هنتناقش فيها عن اهم الافكار اللي جت في الدرس، وهعرض عليك كل الاسئلة المختلفة وهغطي لك الاجابات النموذجية بحيث تبقى اتدربت على كل انواع الاسئلة، وسواء كانت مقالية او موضوعية. الفقرة الثالثة من حصتي هتتضمن الواجب اللي أضمن لك إن شاء الله إن أنت لو ركزت في الجزئين الأولانيين هتقدر تحل الواجب ده بمنتهى السهولة، وأنت معايا إحنا ضامنين بفضل الله الدرجة النهائية. بس ركز معايا، وهطلب منك شوية طلبات بسيطة وإحنا بنشتغل مع بعض. يا ريت يكون قلمك وكشكولك معاك عشان هحتاج منك تلعب معايا شوية ألعاب. وكمان لما اطلب منك تكرر تعريف او تكرر اجابه، كرره مره واثنين وثلاثه عشان ما تبذلش مجهود بعد كده وانت بتذاكر لوحدك. ونقول بسم الله ونبدا اول درس عندنا ان شاء الله، وهو الموقع الفلكي لمصر. يلا بينا. معانا يا شباب هنتكلم اول حاجه في الدرس بتاعنا اسمه موقع مصر الفلكي. خليني اديك مقدمه بسيطه. انت جاي من سنة رابعة، كان المنهج بتاع سنة رابعة يعتبر بداية او تمهيد لسنة 5. معلش انا هحتاجك ترجع معايا سنة لسنة رابعة عشان نقدر نستوعب الدرس ده سوا مع بعض. عرفت ان مصر بتتمتع بموقع جغرافي وفلكي متميز، ساعدها ان هي تكون مميزة بين الدول. طب يا مس فكريني كده، يعني ايه موقع الجغرافي؟ الموقع الجغرافي يعني الموقع بالنسبة لليابس والماء. لما كنت ارسم لك الخريطة او اوريك الخريطة تقول لي ده شمال مصر في بحر متوسط، جنوب مصر في السودان، شرقها بحر احمر، غربها ليبيا، يعني ارض، يعني واقع شايفينها بعينينا. وده الموقع الجغرافي اللي احنا خدناه وفهمناه في سنة رابعة. طيب الجديد بقى في سنة 5 عندنا الموقع الفلكي. يعني ايه فلكي؟ يا شباب الموقع الفلكي يعني الأرقام بتاعة مصر على خريطة العالم. أول ما تسمع كلمة موقع فلكي أنت عايز أرقام. طب أنا هجيب الأرقام دي إزاي؟ طب أنا هعرف يعني إيه موقع فلكي؟ هتمشي معايا واحدة واحدة عشان أقدر أوصل لك أرقام مصر على خريطة العالم عاملة إزاي. ومن خلال الموقع الفلكي لمصر هنقدر بسهولة نعرف أرقام مصر على خريطة العالم. طيب الموقع الفلكي يعني عايزة أرقام. عشان أجيب الأرقام أنا محتاجة أعرف أول جزئية في الدرس اسمها شبكة الإحداثيات. شبكة الإحداثيات كلام كبير أنا عارفة، بس سهل جدا. ركز معايا وبص على الخريطة هتفهمه بسهولة. أنا لسه شرحه لك أي بلد في الدنيا لها موقع جغرافي وموقع فلكي، صح كده؟ بص معايا على الخريطة دي لو جيت قلت لك موقع مصر الجغرافي، هنا بحر متوسط، هنا بحر أحمر، هنا سودان، وهنا ليبيا، صح كده؟ ده موقع جغرافي، حاجة أنت شايفها بعينيك، حاجة موجودة على الأرض. لكن الموقع الفلكي مش موجود على الأرض. الموقع الفلكي أرقام وهمية رسمها العلماء على الخرائط عشان يسهلوا لنا تحديد أي موقع على سطح الأرض. ولو بصيت للخريطة دي هتلاقي عندك شكل عامل زي الشبكة، خطين عكس بعض، خطوط طولية ودوائر أفقية. إيه الخطوط الطولية وإيه الدوائر الأفقية؟ هي دي شبكة الإحداثيات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في الحصة دي.
تاني كده، موقع فلكي موقع مش حقيقي، انت ما تقدرش تقف عليه تقول انا واقف على دائره عرض او واقف على خط طول. امال يعني ايه موقع فلكي؟ يعني ارقام رسمها العلماء على الخرائط لتحديد اي موقع مكان على سطح الارض. الشبكه بتاعتنا دي بتتكون من نوعين من الخطوط، خطوط طوليه، دوائر افقيه. طيب الخطوط الطوليه دي اسمها ايه؟ والدوائر الافقيه اسمها ايه؟ وايه فايدتهم؟ وايه عددهم؟ كل ده اللي هنعرفه من خلال شبكة الإحداثيات. وأول ما تسمع شبكة الإحداثيات سؤالين هيجيلك في الامتحان عليهم. أول سؤال هيجيلك ما المقصود بشبكة الإحداثيات؟ يعني إيه شبكة الإحداثيات؟ شبكة الإحداثيات تعرفها هو شكلها عبارة عن خطين بيتسموا خطوط الطول ودوائر العرض. شبكة الإحداثيات يقصد بها إيه؟ أسمع معلش كررها معايا، خطوط الطول ودوائر العرض. طب كمان مرة، خطوط الطول ودوائر العرض. طب ما تبص على الخريطة كده، آدي خطوط طولية آدي دوائر عرضية، يبقى الشبكة دي اسمها شبكة الإحداثيات. ما المقصود؟ طب أسمع كمان مرة، ما المقصود بشبكة الإحداثيات؟ هي شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. تمام كده؟ طب عرفت المقصود بيها. مين اللي رسمها يا شباب؟ العلماء، رسموها على مجسمات الكرة الأرضية على الخرائط. طيب لازم تكون عارف وانت بتدرس شبكة الإحداثيات إن هي شبكة وهمية، أنا مش هقف على أي مكان يلقى لي دوت خطوط طول أو دائرة العرض. طب إيه فايدتها؟ وهندخل على السؤال الثاني اللي بيجي لشبكة الإحداثيات بما تفسر، ولما تسمع بما تفسر معناه لماذا؟ ليه؟ أذكر السبب. وده سؤال أساسي معاك في سنة 5، ما تخافش منه، إجابته بتكون بسيطة، بمجرد ما تفهم السؤال عايز منك إيه هتقدر تجاوبه. لما يجي يقول لك بما تفسر أهمية شبكة الإحداثيات، إيه فايدتها؟ لها فايدتين. أول فايدة عندي تحديد، معلش أنا هبدأ بالفايدة الثانية لأن هي الأساس عندي، تحديد موقع مصر على خريطة العالم. بمجرد ما بتعرف خطوط طول ودوائر العرض بتاعة مصر تقدر تحدد لي مكانها، وده هنشوفه بوضوح خلال الدرس واحنا بنشتغله مع بعض. فبتساعد على تحديد موقع أي مكان على خريطة العالم. طيب هو أنا جاي أعرف شبكة الإحداثيات عشان أحدد موقع مصر بس؟ يعني هي ملهاش أي فايدة تاني؟ لا طبعا، ما أنت مادام بتقدر تحدد موقع مصر هتقدر تحدد أي مكان، هتقدر تسافر تكتشف أماكن العالم، ودي النقطة التانية لأهمية شبكة الإحداثيات. هسأل السؤال تاني وركز معايا من فضلك، بما تفسر أهمية شبكة الإحداثيات؟ تساعدنا في السفر، اكتشاف الأماكن في كل حتة في العالم، وكمان بتساعدنا على تحديد موقع مصر. أنا كده لسه معرفتش مكوناتها، ركز في مكوناتها مش هتتلخبط خالص. أهم حاجة عندي مش هقلب غير وانت عارف نقطتين في شبكة الإحداثيات. المقصود بيها أسمع، أيوة زي ما انت بتقول كده، هي خطوط الطول ودوائر العرض. طب إيه أهميتها؟ بما تفسر أهمية شبكة الإحداثيات. ليه العلماء رسموها؟ مش عشان يصعبوا الدنيا علينا، ده عشان يساعدونا، عشان نقدر نحدد موقع مصر على خريطة العالم، وكمان نكتشف الأماكن والسفر. طيب تعالوا بينا بقى كده نروح وندخل على الموضوع بتاع الدرس الأساسي، يعني إيه شبكة الإحداثيات، نتعرف عليها أكتر هي وخطوطها. أنا قلت لك هي شبكة خطوط الطول ودوائر العرض، صح كده؟ طيب معاك ورقة وقلم أنا قايله لك، ممكن ترسم لي كورة كده جنبك أو دايرة هنحتاجها دلوقتي معانا. أول حاجة خطوط الطول. أعرف إيه عن خطوط الطول؟ أنا دلوقتي جاي أذاكر واسم جديد، أعرف إيه عنه؟ أول حاجة أعرف المقصود بيها، يعني إيه؟ أنت عندك ما المقصود في الدرس ده كتير، فحاول تركز فيها من فضلك. طب بعد ما عرفت المقصود بيها أعرف إيه تاني عنها؟ أعرف عددها، كام خط طول مرسوم على الكرة الأرضية. طب بعد ما عرفت عددها أعرف خط الطول الرئيسي، أعرف أهميتها. طب تعالوا نمشي كده واحدة واحدة مع بعض ونشوف كل حاجة تخص خطوط الطول. بص للرسمتين اللي معايا دي، الكرة الأرضية زي ما قلت لك العلماء جابوها ورسموا عليها مجموعة خطوط طولية، شكلها عامل إزاي؟ أنصاف دوائر. آدي الكرة أهي هنعملها في شكل أنصاف دوائر، تمام؟ وجم من النص رسموا خط طول رئيسي عشان يفصل الكرة الأرضية لجزئين. سامعاك؟ فصلها أنهي اتجاه؟ جزء جهة الشرق وجزء جهة الغرب. الخط الفاصل اللي في النص ده خط الطول الرئيسي، سموه خط، معلش الاسم شديد شوية، اسمه جرينتش. له قصة كده إن شاء الله هتعرفها قدام هو ليه اتسمى جرينتش، تمام؟
الخط الطول الرئيسي ده اسمه خط جرينتش، ادوله درجة هي 0. اشمعنى 0؟ لأنه حد فاصل ما بين خطوط الشرق وخطوط الغرب. تمام كده يا شباب؟ يبقى أنا عندي العلماء جابوا مجسم للكرة الأرضية، رسموا مجموعة من أنصاف الدوائر الرأسية بادئة من الرأس دي للرأس دي. تمام كده؟ ورسموا خط طول رئيسي في النص عشان يفصلها لي شرقا وغربا وسموه خط جرينتش، وادوله درجة اسمها درجة 0، يعني هو ملهوش رقم. وانت ماشي جهة الشرق هتلاقي أرقام لخطوط الطول، وانت ماشي جهة الغرب هتلاقي أرقام تانية لخطوط الطول. طب أنا عايز أعرف التعريف، تيجي نطلعه سوا مع بعض. أنا كل ده عمال أشرح لك في خطوط الطول، إيه رأيك أنت اللي تطلعه؟ تعالوا كده واحدة واحدة. الكرة الأرضية لها قطبين، قطب أيوة سامعاك، قطب شمالي وقطب جنوبي. خطوط الطول عبارة عن إيه؟ أنصاف دوائر، نص دايرة تصل أيوة معايا برافو القطب الشمالي بالقطب الجنوبي. تاني، خطوط الطول يعني إيه؟ أنصاف دوائر، اتجاهها أنهي اتجاه؟ رأسي ولا أفقي؟ لا طبعا رأسي، جاي من الراس أهو لتحت، رأسية. أنصاف دوائر رأسية، أنصاف دوائر رأسية تبدأ أو تصل القطب الشمالي بالقطب الجنوبي. تمام يا سنة 5، برافو عليكم. طيب خط الطول الرئيسي هو خط جرينتش. طب اسمع تاني، خط جرينتش ده قسم لي الكرة الأرضية نصين متساويين، الاتجاهات بتاعتهم ايه؟ مهم جدا تعرف الاتجاه بتاعهم، نصف كرة شرقي ونصف كرة غربي. درجة خط جرينتش هي 0. طب أنا دلوقتي برضو معرفتش عددهم قد إيه يا مس فاطمة؟ عددهم بالظبط يا سنة 5 360 خط طول، 360 خط طول. تعالوا بينا نقول بقى التعريف كده كله على بعضه. ما المقصود هو كان ما المقصود الاولاني بتاع ايه؟ ها افتكروا معايا، شبكه الاحداثيات. دلوقتي احنا في ما المقصود بتاع خطوط الطول. مهم، انت عندك تعريفات كتيره في الدرس ده. المقصود بخطوط الطول زي ما قلنا انصاف دوائر رئيسيه تبدا من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. عددها زي ما قلنا 360 خط طول. خط الطول الرئيسي هو جرينتش، درجته كام؟ 0. نستهدى كده وناخد نفسنا. ايه أهمية كل الكلام ده؟ يعني أنا علماء جم وجابوا مجسمات وجابوا خرايط وقعدوا يرسموا 360 خط طول، ده كتير جدا. طيب ايه فايدته؟ ايه أهميتها؟ قبل ما أقول لك أهمية خطوط الطول، وعشان أعرفك إن إحنا مش بنقول كلام وخلاص، وعشان أأكد لك إن الكلام ده مبني على حقائق، همشي معاك كده شوية من منهج سنة رابعة برضو. انت درست قبل كده ان الارض بتلف حوالين نفسها صح؟ طب حد فاكر كانت كل قد ايه؟ سامعاك برافو، بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة من جهة الغرب لجهة الشرق. طيب ايه علاقة ده يا مس فاطمة بخطوط الطول؟ هسأل حضرتك سؤال. لما الارض بتلف حوالين نفسها من الغرب للشرق، الجهات اللي بتقع في الشرق بتشرق عليها الشمس الأول، الجهات اللي بتقع في الغرب بتشرق عليها الشمس في الآخر. إذا الوقت مش واحد، في جهة الشمس بتطلع عليها الأول، في جهة الشمس بتطلع عليها الآخر. طب أنا هحسب الوقت ده إزاي؟ ما أنا كده هتلخبط، ما هي كل البلاد مش وقتها واحد. مين اللي هيساعدني إن أنا أعرف الوقت فرقه بين المدينة دي والمدينة دي والمدينة دي؟ يجي دور خطوط الطول. فأول أهمية لخطوط الطول تحديد الوقت، فرق التوقيت بين المدن في كل دول العالم. طب بيعملوها ازاي العلماء دي؟ اثناء ما العلماء بيرسموا خطوط الطول حسبوا لقوا ان فرق الدقايق او فرق الوقت ما بين كل خط طول بالظبط 4 دقايق. فانا الجهات الشرقيه هتشرق عليها الشمس الاول، نعدي 4 دقايق ونضرب، نعدي 4، نحسب كل خطوط الطول ونضربهم في 4. فأنا عندي خطوط الطول اللي اترسمت ما اترسمتش عشان يعذبونا، لا أمال عشان إيه؟ يعرفونا فرق التوقيت. ولما درسوا وحسبوا لقوا إن الفرق في التوقيت 4 دقايق ما بين كل خط طول. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر أهمية خطوط الطول، هقول له أول حاجة تساعدنا في معرفة التوقيت بين المدن المختلفة. طيب بس كده؟ قال لك لا، هو انت دلوقتي مش رسمت الكرة الأرضية وخطوط الطول قسمتها لي شرقا وغربا؟ قال لي يبقى تساعدنا برضو على تحقيق أو معرفة أي مكان وتحديده من حيث الشرق أو الغرب بالنسبة لكرة العالم.
يبقى بما تفسر أهمية خطوط الطول هتقول لي حاجتين: تحديد المواقع شرقا وغربا في الكرة الأرضية، ومعرفة فرق التوقيت. تاني يا سنة 5، مش عايزين نتوه من بعض. خطوط الطول مهمة معانا جدا، عرفنا المقصود بيها، عرفنا خط الطول الرئيسي، وعرفنا عددها، متبقى لنا نركز على أهميتها. بما تفسر أهمية خطوط الطول هنقول حاجتين مفهومش تاني: تحديد الموقع شرقا وغربا في الكرة الأرضية، وكمان معرفة فرق التوقيت. تعالوا كده نتأكد من كلامنا. أهمية خطوط الطول: تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا، عشان قلت لكم خط جرينتش فصل الكرة الأرضية لنصين متساويين شرقا وغربا، وكمان معرفة فرق التوقيت بين الدول. وفي حتة فرق التوقيت دي أنا عايزاك تأكد لي قوي على اللي أنا هقوله لك دلوقتي. إيه اللي أنا هقوله لك دلوقتي؟ الحقائق الفلكية دي مش كلام وخلاص، أنا قلت لك الحقائق الفلكية دي ساعدتنا جدا جدا مع خطوط الطول في معرفة فرق التوقيت. تدور الأرض حول نفسها، اوعى تنسى الجهات عشان بتلخبط وبتجيلك في أكمل واختار، مرة كل 24 ساعة يعني مرة كل يوم، من الغرب للشرق، من الغرب للشرق. عشان كده هنلاقي إن الأجزاء اللي بتقع في جهة الشرق هي اللي بتشرق عليها الشمس الأول، والأجزاء اللي بتقع في جهة الغرب بتشرق عليها الشمس بعد كده. طب نحسب الفرق بين المدن دي ازاي؟ من خلال خطوط الطول. يبلغ فرق التوقيت بين كل خط طول وآخر 4 دقائق. تمام يا سنة 5؟ طيب تعالوا بينا بقى ندخل على الجزء الثاني من شبكة الإحداثيات، وهو أسمع دوائر العرض. طيب إيه هي دوائر العرض؟ زي ما احنا مشينا في خطوط الطول هنمشي في دوائر العرض. أعرف تعريفها، أعرف عددها، أعرف دائرة العرض الرئيسية، وأعرف أهميتها. تاني، المقصود بيها، عددها، أهميتها، ودائرة العرض الرئيسية بتاعتها. واحدة واحدة كده معايا. المقصود بدوائر العرض برضو نفس الكرة الأرضية اللي معانا، هترسم عليها دوائر بالعرض، تمام؟ بشكل أفقي. فهيكون ده عارفها إيه؟ دوائر أفقية اترسمت حوالين الكرة الأرضية. تاني كده، دوائر أفقية ترسم حول الكرة الأرضية غير متساوية، يعني مش كلها قد بعض. لما حضرتك رسمت خطوط الطول كلها قد بعض، مفيش خط أكبر من التاني، لكن دوائر العرض غير متساوية، عبارة عن دوائر أفقية ترسم حوالين الكرة الأرضية غير متساوية. طيب عددها كام دائرة عرض؟ 180 دائرة عرض. دائرة العرض الرئيسية اسمها دائرة الاستواء. برضو الدرجة بتاعتها هتكون كام؟ احنا عايزين نديها درجة عشان هي اللي بتقسم، هي الخط الرئيسي، فالدرجة بتاعتها هتكون برضو 0، زيها زي خط الطول الرئيسي اللي هو جرينتش. ولازم تاخد بالك من حاجة، دوائر العرض قسمت لي الكرة الأرضية برضو، بس الاتجاهات بتاعها ايه؟ شمالا وجنوبا. هتيجي الرسمة دلوقتي وهتوضحها لك. طب أنا عايز أعرف أهميتها. إيه أهمية دوائر العرض؟ دوائر العرض زيها زي خطوط الطول، تفيد في تحديد المواقع على سطح الكرة الأرضية. بس أنهي اتجاه بقى؟ أنهي جهة اللي هتفيدنا فيها؟ بالظبط زي ما أنت بتقول، شمالا وجنوبا. خطوط الطول كانت بتساعدنا إن احنا نحدد الأماكن شرقا وغربا، أما دوائر العرض شمالا وجنوبا. طب تعالوا نشوف الأهمية التانية. الأهمية التانية يا سنة 5 بتساعدنا في معرفة أحوال المناخ من خلال درجة الحرارة والرياح والأمطار. إزاي؟ تعالوا أوريكم إزاي. بص كده على الرسمة اللي معايا هتوضح لك الموضوع بمنتهى البساطة. آدي الكرة الأرضية اللي العلماء رسموا عليها دوائر العرض. امشي كده معايا. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء، درجتها 0. قسمت لي الكرة الأرضية نصين متساويين، نصف كرة شمالي ونصف كرة جنوبي. يبقى أنا من خلالها أقدر أحدد موقع أي مكان على سطح الأرض شمالا وجنوبا. دي سهلة يا مس فاطمة. طب المناخ إيه علاقته بدوائر العرض؟ يعني هيفيدني إزاي الدوائر دي إن أنا أعرف المناخ؟ لما الكرة الأرضية بتلف الشمس بتتعامد على دائرات عرض معينة، لما تتعامد هنا درجة الحرارة بتعلى، لما بتتعامد هنا درجة الحرارة بتعلى. فقدرنا نعرف أحوال المناخ من خلال دوائر العرض، وده درس عندك بالتفصيل اسمه مناخ مصر، هيفيدك جدا جدا وهتستفاد من دوائر العرض وهتعرف كل أحوال المناخ في مصر من خلال دوائر العرض دي. طيب احنا لما جينا درسنا خطوط الطول كان عندنا خط طول واحد اللي هو جرينتش، صح كده؟
طب هل في دوائر العرض مفيش غير دائرة الاستواء بس؟ لا معلش، هنزود كام دائرة عرض رئيسيين كمان محتاجينهم معانا. بص على الرسمة دي ومفهومش أي صعوبة، إن شاء الله هتفهموهم بسهولة. بص معايا، الدائرة اللي أسمال الدنيا دائرة الاستواء إحنا عرفناها خلاص، درجتها 0. هنطلع فوق هنلاقي في حاجة اسمها مدار السرطان. مدار السرطان يقع في نصف الكرة الشمالي، الدرجة بتاعته 23.5 شمالا. ما تطلعش فوق، انزل تحت في الجنوب، جيم وجيم الجنوب مدار الجدي، الدرجة بتاعته هي 23.5. أفرق بينهم ازاي يا مس فاطمة؟ هنا 23.5 شمالا، هنا 23.5 جنوبا. أنا كده قلت لك 3 دوائر عرض رئيسية: دائرة الاستواء، مدار السرطان 23.5 شمالا، مدار الجدي 23.5 جنوبا. فاضل لنا دائرتين كمان: الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الشمالية ودي درجتها 66.5. الدائرة القطبية الجنوبية تحتك اهو برضو 66.5. تاني يا سنة 5 عندنا 5 دوائر عرض رئيسية. معايا سنة 5 لسه بنتكلم عن دوائر العرض الرئيسية، واتفقت معاك ان احنا عندنا 5 دوائر عرض رئيسية. الدائرة اللي في النص اللي أسمالي الكرة الأرضية، نصين شمالي وجنوبي. سامعاك والله، مركز معايا، برافو عليك. اللي في نصف الكرة الشمالي واللي في نصف الكرة الجنوبي. في دوائر عرض فوق، دوائر عرض في تحت، لازم أعرفهم ال5 وأعرف درجاتهم وأعرف الجهات بتاعتهم. فوق شمال دائرة الاستواء عندنا مدار السرطان 23.5 شمالي. تحته على طول اللي بيقابله تحت دائرة الاستواء في الجزء الجنوبي مدار الجدي، وده 23.5 جنوبا. جيم وجيم، جدي في الجنوب، جدي في الجنوب، جدي في الجنوب، برافو. طيب فوق الدائرة القطبية الشمالية خلاص مفيش فيها مشكلة 66.5. تحت الدائرة القطبية الجنوبية وبرضو دي 66.5. ايه الدوائر الكتير دي؟ انا كده هتلخبط. ولا اي لخبطة، ولا اي لخبطة. كل فايدة الدوائر اللي مرسومة دي ان احنا نقدر نحدد كل مكان على سطح الارض في الجزء الشمالي وفي الجزء الجنوبي. تمام يا سنة 5؟ طيب زي ما احنا قلنا اهو، مدار السرطان تعرف دائرة العرض اللي بتقع أول ما تسمع 23.5 في الشمال، 23.5 شمالا، 23.5 شمالا. مدار السرطان 23.5 جنوبا تحت دائرة الاستواء مدار الجدي. تعالوا بينا نكمل. الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الشمالية احنا خلصنا كل ده اهو. درجة الدائرة القطبية الشمالية 66.5. درجة الدائرة القطبية الجنوبية اللي من تحت اللي بتقع جنوب دائرة الاستواء بالظبط الدائرة القطبية الجنوبية. طيب أنا دلوقتي عايزة أعرف مصر بقى في أنهي حتة؟ أنا دلوقتي عرفت إن مصر تقع بالنسبة لخطوط الطول وبالنسبة لدوائر العرض فين اتجاهاتها؟ ده أنا بعمل اللفة الطويلة العريضة دي وعمالة أقول شبكة إحداثيات وخطوط طول ودوائر العرض عشان أنا عايزة أعرف موقع مصر فين. لما جينا شفنا مصر لقيناها تقع بالنسبة لخطوط الطول في نصف الكرة الأرضية الشرقي، بالنسبة لدوائر العرض في نصف الكرة الأرضية الشمالي. يبقى لما يجي يقول لي موقع مصر بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هي بتقع في أي حتة في العالم؟ تقع في الجزء الشمالي الشرقي، شمال دائرة الاستواء وشرق جرينتش. خطوط الطول ودوائر العرض فيهم حاجات متشابهة، وبيجي لحضرتك سؤال أوجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض. معلش ركز فيها، ركز في الحتة دي. ما أوجه الشبه بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ متشابهين في إيه؟ تعال بينا نشوف متشابهين في إيه. أول حاجة خطوط وهمية، مش العلماء اللي راسمينها جابوا مجسمات وخرائط العالم وقعدوا يرسموا خطوط رأسية دوائر أفقية، فالاتنين يعتبروا وهميين. خطوط وهمية رسمها العلماء، رسموها على إيه؟ على مجسمات الكرة الأرضية والخرائط. يبقى الاتنين خطوط وهمية رسمهم العلماء على مجسمات الكرة الأرضية والخرائط. ليه؟ عملوا كده ليه؟ عشان الاتنين بيساعدونا تحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الأرض.
يبقى كلاهما خطوط وهمية رسمها العلماء على الخرائط والمجسمات. ليه؟ بما تفسر لتحديد موقع الأماكن بدقة على سطح الكرة الأرضية. تاني يا سنة 5، إيه وجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ تاني يا سنة 5، ده سؤال مهم جدا بيجي كتير في الامتحان. أوجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض، الاتنين خطوط وهمية رسمها العلماء على المجسمات والخرائط، الاتنين بيساعدوا بدقة في تحديد أي مكان على سطح الأرض. تعالوا بينا نكمل. موقع بقى، ده احنا لفينا اللفة دي كلها عشان نعرف موقع مصر الفلكي. بس معلش خليني بس كده اقول لك نراجع كده انا وانت شوية حاجات قبل ما ندخل على موقع مصر الفلكي. نلعب لعبة؟ نلعب لعبة واحنا مع بعض كده. امال ايه؟ انت هتفضل قاعد تتفرج عليا وتسرح؟ انا مش هخليك تسرح. انا هقول كلمة وانت هترد عليا بيها وانا هبقى سامعاك، ما تقلقش، انا ببقى حاسة بالطلبة بتوعي. يلا بينا. هنلعب لعبة اسمها مقارنة ما بين خطوط الطول ودوائر العرض عشان نلم الدنيا سوا مع بعض. أنا مش هكتب، أنا عايزة أسمع دماغك لما أجي أقول لحضرتك تعريف ما المقصود بدوائر العرض وما المقصود بخطوط الطول. نبدأ كده مع بعض وقرر معايا. أيوة يا مس فكريني لحسن أنا خايف أنسى. أول حاجة، ما المقصود بخطوط الطول كانت إيه؟ أنصاف دوائر رأسية. أنصاف دوائر رأسية تصل القطب الشمالي بالقطب الجنوبي. تمام، برافو عليك. تاني، ما المقصود بخطوط الطول؟ أنصاف دوائر رأسية تصل القطب الشمالي بالقطب الجنوبي. طب فكريني يا مس، دوائر العرض كان تعريفها إيه؟ لا بقى، دوائر كاملة، دوائر كبيرة مش نص دايرة، دوائر أفقية تحيط بالكرة الأرضية غير متساوية. دوائر أفقية تحيط بالكرة الأرضية غير متساوية. برافو. فكريني يا مس، عدد خطوط الطول؟ هي الأكتر كتير. أيوة، 360 خط طول. طب عدد دوائر العرض؟ برافو، نصها بالظبط، 180 دائرة عرض. طيب خط الطول الرئيسي اللي درجته كانت 0 خط إيه؟ أيوة سامعاك، برافو، أنت مصحصح، برافو عليك، خط جرينتش. طب دائرة العرض الرئيسية كانت اسمها دائرة ايه؟ دائرة الاستواء. لسه عايزة اسأل تاني، ايه اهمية بما تفسر اهمية خطوط الطول؟ ايوه يا مس، كانوا 2، تحديد موقع الاماكن على سطح الارض. طب انهي جهة؟ قولي انت بقى المرة دي، شرقا وغربا. برافو يا بنات، تحديد موقع الاماكن على سطح الارض شرقا وغربا. طب تعالى نروح لدوائر العرض نشوف مين اللي مركز. برضو تحديد موقع الاماكن على سطح الارض، انهي جهة؟ شمالا وجنوبا. يبقى خطوط الطول بتحدد لنا شرقا وغربا، دوائر العرض اسمع شمالا وجنوبا. طيب تقع مصر في نصف الكرة الشرقي، تقع مصر في نصف الكرة بالنسبة لدوائر العرض الشمالي. برافو عليكم يا سنة 5. احنا كده لعبنا لعبة خطوط الطول ودوائر العرض وعرفنا ايه الفرق بينهم. طب الاتنين كانوا بيكونوا شبكة الايه؟ الإحداثيات. طب الاتنين خطوط ايه؟ وهمية رسمها العلماء. طب رسموها على ايه؟ بسرعة افتكروا معايا، مجسمات الكرة الأرضية وخرائط العالم. ليه؟ تحديد موقع أي مكان بدقة على سطح الأرض. احنا كده لمينا الجزء بتاع خطوط الطول ودوائر العرض اللي هو شبكة الإحداثيات. طيب أنا في حاجة نسيت أقولها، حد يفكرني بيها في أهمية خطوط الطول ودوائر العرض؟ مين اللي مصحصح؟ كان في حاجة مسؤولة عن فرق الوقت اللي بتعرفنا الوقت، مين هي؟ خطوط الطول. طب في حاجة بتعرفنا الجو، الحرارة، الرياح، الأمطار، مين اللي مسؤول عن ده؟ دوائر العرض. برافو عليكم يا سنة 5. بعد ما خلصنا شبكة الإحداثيات وعرفنا كل حاجة تخص خطوط الطول ودوائر العرض، تعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لبلدنا الحبيب مصر عشان نعرف موقعها الفلكي. يا خبر ابيض يا مس، حضرتك لفتي بينا كل ده عشان نوصل لعنوان الدرس ونعرف موقع مصر الفلكي؟ مش انا قلت لك الموقع الفلكي بالنسبه المقصود بيه هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض؟ يعني انت كنت تقدر تعرف موقع مصر من غير ما تفهم يعني ايه خطوط طول ومن غير ما تفهم يعني ايه دوائر العرض؟ اكيد لا. عشان كده لفينا اللفه الطويله دي واتفسحنا على الكره الارضيه وعرفنا خطوط طولها ودوائر عرضها. تعالوا بقى ننزل على ارض مصر الحبيبه ونعرف موقعها الفلكي عامل ازاي. يلا بينا. موقع مصر الفلكي. موقع مصر الفلكي، تعالوا بينا نشوف دوائر عرض مصر وخطوط طولها. مش هو ده الموقع الفلكي؟
الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يلا بينا كده نمشي واحدة واحدة. تقع مصر بين دائرتي عرض 22 لحد 31 و36 من 100 شمال دائرة الاستواء. مش قلت لك مصر في نصف الكرة الشمالي؟ يبقى بتقع ما بين دائرتي عرض 22 و31 و36 من 100 شمالا، يعني شمال دائرة الاستواء. ده دوائر عرضها. طب قبل ما اتنقل لخطوط طولها، انا بقول لك مصر من 22 لحد 31 و36. ايه ده؟ مفيش دائرة عرض رئيسية عندنا؟ لا، انت عارف مصر مميزة فيها كل حاجة، وعشان كده هنلاقي ان يمتد في الاجزاء الجنوبية من مصر دائرة عرض رئيسية. ايه هي؟ مدار السرطان. دائرة العرض الرئيسية اللي بتعدي في الأجزاء الجنوبية من مصر اسمها مدار السرطان. تاني كده، يبقى أنا عندي مصر تمتد بين دائرتي عرض 22 لحد 31 و36 من 100 درجة. فأنهي جهة؟ في الشمال والجنوب؟ قال لك لا، شمال دائرة الاستواء. في عندنا دائرة عرض رئيسية؟ دائرة العرض الرئيسية اللي موجودة في مصر في الأجزاء الجنوبية بالتحديد مدار السرطان موجودة عندنا في الأجزاء الجنوبية من مصر. طيب بالنسبة بقى لخطوط الطول، أنا عايزة أفتكر هي مصر في النص الشرقي ولا الغربي؟ أنا قلت لك في نصف الكرة الشرقي. تمام. تقع مصر بين خطي طول 25 و37 شرقا. شرق مين؟ شرق خط جرينتش. احنا في نصف الكرة الأرضية الشرقي. تقع مصر بين خطي طول 25 و37 شرقا. عرفنا الموقع الفلكي لمصر وعرفنا شبكة الإحداثيات. هسأل حضرتك سؤال: هل علم الفلك علم حديث؟ وإن المصريين والعلماء اللي في العصر الحديث هم اللي كان لهم الفضل في اكتشاف علم الفلك أو في دراسة علم الفلك؟ طبعا الإجابة على السؤال ده أكيد لا. أنت في بلد عرفت كل حاجة قبل العالم كله، سبقت العالم كله. الجزء اللي أنا هكلمك فيه اسمه المصريين القدماء وعلم الفلك. إيه ده؟ الفراعنة المصريين القدماء كان عندهم دراسات في علم الفلك؟ اتفاجئ. ده هم اللي علموا الدنيا علم الفلك وعرفوا وقدروا يتوصلوا لحقائق ومعلومات لحد اللحظة اللي احنا فيها دي أذهلت العالم، والعالم بيقف عاجزا عن تفوق وقدرات المصريين القدماء في علم الفلك. أنا مش هكلمك عن إسهاماتهم، أنا هسيبك أنت تبحث عنها، بس أنا النهاردة الجزء اللي يخصك واللي في منهجك اسمه إسهامات المصريين القدماء في علم الفلك. إسهامات المصريين القدماء في علم الفلك. تعالى نمشي كده واحدة واحدة مع بعض. أول حاجة، استفاد المصريين من علم الفلك إزاي؟ بعد ما عملوا دراساتهم وراقبوا حركة الكواكب والنجوم والأفلاك اللي موجودة في السماء وعملوا دراسات كتير، قدروا يحددوا المواقع ومواقيت الزراعة. أول حاجة تحديد المواقع المختلفة، تمام؟ ووقت الزراعة، يعني في محاصيل هنزرعها في الصيف، في محاصيل هنزرعها في الشتاء، في محاصيل بتحب الشمس، في محاصيل بتحب الظل، تمام؟ فأول حاجة استفاد منها المصريين القدماء من علم الفلك بعد ما درسوه وعملوا فيه إسهامات كتيرة، قدروا يحددوا المواقع المختلفة ووقت الزراعة. بس كده؟ قال لك لا، تنظيم الأعياد الدينية. احنا عارفين إن المصريين القدماء تنظيم الأعياد الدينية كان عندهم معبودات كتير، من ضمن المعبودات دي كان الشمس. فكان عندهم علم خاص الفلك بيستغلوه إن هم يعرفوا ينظموا الأعياد الدينية بتاعتهم. مش بس كده، تالت حاجة ساعدتهم في الحضارة بتاعتهم كلها، وكان علم الفلك مساعد كبير ليهم فيها بعد دراسته وإسهاماتهم فيها، بناء الأهرامات. قصة كبيرة بناء الأهرامات، إن شاء الله هناخدها في القصة في الجزء الخاص بالتاريخ.
يبقى أنا عندي علم الفلك مش علم جديد على المصريين، بالعكس المصريين القدماء هم أول من نبغوا في علم الفلك وعملوا فيه دراسات كتير واستفادوا منه في 3 حاجات. ايه العلم، ايه الحاجات اللي استفادوا من علم الفلك فيها؟ هنقولها تاني معلش، ركز معايا وكررها من فضلك. تحديد المواقع المختلفة ومواقيت الزراعة أو وقت الزراعة، كمان تنظيم الأعياد الدينية، كمان بناء الأهرامات. يبقى أنا في الدرس بتاعي تاني عشان أكون لميته كله بشكل إن شاء الله لطيف، اتكلمنا فيه عن شبكة الإحداثيات اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض، عرفنا الموقع الفلكي اللي يخص مصر، وعرفنا كمان سمات المصريين القدماء في علم الفلك. بكده هكون خلصت أول الجزء من الحصة بتاعتي وهو شرح درس الموقع الفلكي لمصر. أتمنى أن انتم تكونوا استفدتوا منه، وهندخل على طول إن شاء الله بعدها على أهم الأفكار والواجب. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.